سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. من كتاب الأضواء هنحل صفحة 198 على المفهوم الثاني الوحدة الخامسة. السؤال الأول معانا بيقول لي العدد يساوي 10 أمثال العدد 750. يعني هنضرب العشرة في 750، يعني هنحط صفرين وهنضرب الواحد في 5 ب5 والواحد في 7 ب7، يعني 7500. السؤال التاني بيقول لي 5 أمثال العدد 7، يعني الخمسة في 7 ب5 و30. السؤال التالت بيقول لي صفر في 360، طبعا بصفر لأن أي حاجة في صفر بصفر. السؤال التاني بيقول لي أكمل ما يلي 15 10، العشرة تزود صفر يبقى 150. السؤال التاني بيقول لي العدد 18 يساوي، يعني الاتنين في كام يدينا 18؟ الاتنين في 9. السؤال التالت بيقول لي 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 بيساوي الخمسة في كام؟ الخمسة دي اللي هي عددهم، فأنا هاخد واحدة منهم يبقى الخمسة في 6. السؤال الرابع بيقول لي 4 في كام بيساوي 4 في 3 في 7، طبعا 4 في 3 في 7. السؤال الخامس بيقول لي 50 في 3، أحط الصفر والتلاتة في 5 ب15. السؤال السادس بيقول لي هو أخد الصفرين دولت على هيئة 100 دي، يبقى فاضل عندي 43. 12 في كام يساوي 1200، هو طبعا هنا في صفرين، الصفرين دول بيكونوا بتوع 100، ولو صفر كانت تبقى 10. هنا بيقول لي اضرب 80 في 20، هنا هحط الصفرين وهضرب الاتنين في 8 ب16. 50 في كام يساوي 5000، طبعا 50 مكتوبة اهي، يبقى أنا فاضل عندي صفرين، الصفرين دولت بيكونوا بتوع 100. السؤال التالت سؤال سهل جدا، بيقول لي وصل كل مسألة بالخاصية المناسبة لها. 417 في 1 بيساوي 417، ديت خاصية المحايد، العنصر المحايد الضرب. اللي في صفر اللي هي 703 في صفر، ديت خاصية الضرب في صفر. 17 في 4 بيساوي 4 في 17، دي خاصية الإبدال. السؤال الرابع المقارنة. 2 في 70 بحط الصفر والاتنين في 7 ب14. هنا هحط الصفر والتلاتة في 4 ب12، يبقى 140 هي الأكبر. هنا هحط الصفرين والاتنين في 8 ب16، هنا الصفرين والواحد في 16 ب16، يبقى يساوي 7 في 10 ب70 والواحد في 7 ب7، يبقى طبعا ال70 هي الأكبر. السؤال السابع 2700 الأكبر ولا 30 في 90؟ هحط الصفرين والتلاتة في 9 ب27، يبقى يساوي. السؤال رقم 2 بيقول لي 10 في 10 بكام؟ ب100، وال10 في 11 ب110، يبقى ال110 هي الأكبر. حط الصفر وال4 في 5 ب20، حط الصفر والتلاتة في 6 ب18، يبقى ال200 هي الأكبر. الاتنين في 9 ب18 والتسعة في 2 ب18 يساوي. الأربعة في 5 في 6، وهنا الأربعة في 5 ب6 برضو يساوي. هنا بيقول لي اكتب المعادلة التي تعبر عن عدد ما. عدد ما بخليه سي يساوي، طبعا اللي يساوي اللي احنا عارفينها 8، يعني 8 أمثال ديت قلنا عليها إن هي في العدد 4، يبقى أنت كده كتبت المعادلة. بيقول لي حلها. الأربعة في 8 بكام؟ ب32. رقم 2 بيقول لي ثمن الكتاب الواحد 200 جنيه، فما ثمن 6 كتب من نفس النوع؟ هنضرب ال6 في ال200، هنحط الصفرين والاتنين في 6 ب12. مستخدما خاصية الإبدال اكتب طريقتين لتنظيم 27 شجرة على هيئة صفوف وأعمدة. 27 دي عبارة عن 3 في 9، أو عبارة عن 9 في 3 برضه ب7 و20. وبكده تكون انتهت صفحة 198. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وانتظروا باقي حل كتاب الأضواء للصف الرابع الابتدائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.